إيه هي الغلطات اللي أنت بتعملها وبتخلّيك ما تستفادش من الكتابة بشكل كبير؟ أول حاجة إن أنت بتكتب بسطحية من غير تفاصيل، أو إن أنت بتركّز على تفاصيل تانية، يعني مثلًا إن أنت بتبالغ في تنظيم الكتابة بتاعتك، إن أنت بتحاول إن أنت تكتب من غير غلطات، إن أنت بتحاول أو بتبالغ في إن أنت تستخدم ألوان مختلفة بحيث إن اللي أنت كتبته يكون شكله منظم. الطريقة دي بتوقّف مشاعرك، بتخلّيك مش مركّز كويس، وبتركّز أكتر على حاجات طبعًا فرعية ومش حاجات أساسية. تاني حاجة بتركّز على حل المشكلة من غير ما تفهم أسبابها. ما فيش أي مشكلة تقدر تحلّها من غير ما تعرف كل التفاصيل بتاعة المشكلة، يعني الأسباب، مرتبطة بمين، مرتبطة بأشخاص معيّنة، بمكان معيّن، ال المشاعر دي بدأت إمتى، إزاي إن أنا أقدر أتحكّم فيها. ممكن كمان يكون عندك مقاومة داخلية بسبب المشاعر المكبوتة. أوقات كتير بنهرب لا شعوريًا من مشاعر معيّنة، فبنشوف الكتابة طريقة مش مفيدة، لإن هي بتجبرنا نواجه المشاعر اللي إحنا بنهرب منها. تاني غلطة هي إن أنت بتفكّر مباشرةً في الحل من غير ما تشوف إيه هو سبب المشكلة. ما فيش حد ممكن يلاقي حل من غير ما يفهم إيه هي بالضبط المشكلة اللي عندي، إيه هي أسبابها، المشكلة دي مرتبطة مثلًا بشخص معيّن، بمكان معيّن، بحدث معيّن حصل قريب. المهم إن أنت الأول إن أنت تشوف إيه هي الأسباب، وبعد كده تبدأ تشوف إيه هي الحلول. كمان مهم جدًا إن أنت لمّا تبدأ بالحلول إن أنت تبدأ بخطوات صغيرة علشان ما تزهقش، وعلشان يبقى عندك صبر أكتر للخطوات اللي هتيجي بعد كده. الحل هنا لو أنت حاسس إن أنت مش قادر تكتب أو إن أنت تعبّر وإن في حاجة بتمنعك إن أنت تكتب، إن أنت تبتدي تستخدم جمل قصيرة. يعني مثلًا تكتب النهارده أنا مش قادر أكتب، بس أنا حاسس بالحزن. النهارده كان يوم صعب، عشان كده أنا حاسس بالإحباط. إن أنت تبتدي تقول السبب ليه أنت مش عايز تكتب، وتعبّر كمان عن مشاعرك في اللحظة دي. تالت مشكلة هو إن أنت بتكتب بس في وقت الأزمات، يعني مجرد ما يكون عندك مشكلة بتبتدي تكتب، ومجرد ما المشكلة دي ما بتتحل أو تأثيرها بيقل بتبطّل كتابة. الكتابة عمومًا بتحتاج استمرارية، حاول إن أنت تخصص 5 دقايق بس في يومك للكتابة، وبعد كده بالاستمرار هتحس بالتأثير. رابع حاجة إن أنت ما عندكش صبر، إن أنت تتوقع نتيجة فورية، لكن عمومًا الكتابة العلاجية زي الأدوية بالضبط، بتحتاج وقت ومجهود علشان تبتدي تشوف نتيجة إيجابية. مهم جدًا إن كل فترة وفترة ترجع تشوف كتاباتك القديمة وتراجعها وتشوف إيه هي التغيرات اللي بتحصل، وتبتدي تقيّم حالتك من دلوقتي والفترة اللي فاتت. ممكن كمان تكون الكتابة مش هي الأسلوب المناسب ليك، ممكن تجرب التلوين، الرسم، الموسيقى، الزراعة أو أي طريقة تانية مناسبة لطريقة تفكيرك ولشخصيتك. الكتابة مش هي الأداة الوحيدة اللي ممكن تستخدمها عشان تعبر عن نفسك. المهم إن أنت تشوف إيه هي أكتر طريقة مناسبة ليك ومناسبة لطريقة حياتك وأسلوب تفكيرك. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.